السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذا الفيديو السريع من قناتكم أهلا أكادير. فيديو اليوم عن نفق طريق السيار أكادير مراكش، أي نفق أيتملال. إنه نفق طريق السيار رابط بين مراكش وأكادير، والذي يعتبره البعض أجمل نفق في إفريقيا. أعطى انطلاقة أشغال صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 3 يناير 2006. هو أول نفق ينجز على شبكة طرق السيارة بالمغرب. عرضه 10 أمتار وعلوه 5 أمتار ونصف. إنه نفق أيتملال بالنقطة الكيلومترية 8+300 من المنطقة الرابطة بين إيمنتانوت وأرغانا. يبلغ طوله الكلي المغطى 562 مترا. تتم مراقبة نفق الطريق السيار أكادير مراكش بواسطة الفيديو وأجهزة الرصد الآلي للحريق، وشبكة التشوير ذات الرسالة المتغيرة من محطة المراقبة في مدينة مراكش على بعد 96 كيلومترا، إضافة إلى نقطة دعم بمحطة الأداء في إيمنتانوت على بعد 15 كيلومترا. يضم نفق الطريق السيار مراكش أكادير ممرين متوازيين، وهو من المنشآت الهندسية المهمة على شبكة الطرق السيارة بالمغرب. تم تخصيص الفضاء العلوي للنفق للمروحات العملاقة النفاثة وعلامات التشوير والمصابيح الكهربائية. نترككم تتعرفون عليه، ونخبركم أننا قريبا لنا موعد مع فيديو آخر أكثر شمولية عن الطريق السيار أكادير مراكش، وخصوصا المخاطر الموجودة به، والتي قد يتعرض لها من لم يسبق له المرور بهذا الطريق، ولا سيما منحدر أرغانا أمسكرود في اتجاه أكادير. وحتى ذلك الحين تجدون في صندوق الوصف وفي التعليق الأول فيديوهات أخرى عن هذا الطريق السيار على سبيل الاستئناس، وخصوصا الفيديو المتعلق بالمخاطر. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.